سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح نشارك معاكم كبدة مشرملة على الطريقة تاعي. تابعوني واكتشفوا المقادير. باش نحضروا الوصفة تاعنا نحتاجوا لكبدة كنت نقيتها وغسلتها كما راكم تشوفوا. هنا عندي صوص طوماط واجده كنت خادمتها من قبل، ولي زيبيس عندي ملح فلفل كحل كمون فلفل عكري حلو وحار وشويه زبده. هنايا في كسرونه اول حاجه درت صوص طوماط، قليت شويه ثوم ما نخلوش يحرق غير شويه، ودرت هذيك لاصوص ودرت عليهم التوابل، وهذو التوابل نفسهم نديروهم في الكبده ونقص لها ونخليها شويه غير تغلي نطفي عليها كما راكم تلاحظوا. من جهه اخرى هنا درت فيه مقله شويه زيت وزبده، ودرت الثوم تاعي يتقلى شويه، خلوه يتقلى شويه ومن بعد نرمو الكبده تاعنا ثاني، خلوها تشرب هذيك شويه الزيت مع الزبده مليح باش نضيفوا التوابل اللي قلت لكم عليهم، ملح فلفل كحل عكري حلو وحار وكمون كما راكم تلاحظوا. قليتها مليح مع الاول باش بديت نضيف في التوابل. بعد ما هنا ضفت التوابل شوفوا كيفاش جات تحمصت، جات بنينه. وهنايا ضفت هذيك لاصوص اللي طابت لي فوق الكبده تاعي، نخلوها عاد 5 دقائق نقص لها ونخليها تشرب مليح هذيك لاصوص وتعقد لنا. صدقوني جات بنينه تهبل وحاره، ماشي شويه حاره بزاف. وهنايا كيما تحبوا قدموها، انا قدمتها مع الفريد، وان شاء الله تعجبكم الوصفه ونتمنى تجربوها. وما تنسوش تخلوا لي تعليق وجيم وتبارطاجيو لا فيديو. نتلاقاو في فيديو قادم، الى اللقاء.